نكمل يا ولاد آخر فقرة موجودة في الدرس. بعد ما الأصدقاء الثلاثة شعروا بالخجل إن هم راحوا يلعبوا وما ساعدوش العم سعيد، قرروا بعد كده إن هم يساعدوه بعد ما لقوا سليمان راح علشان يساعد العم سعيد لوحده من غير أصدقائه. قرروا إن هم يعملوا إيه؟ فاروق قال إن إحنا ممكن نجمع كل أصدقائنا، قرروا إن هم يجمعوا كل أصدقائهم زي ما إحنا شايفين فوق كده، ما اكتفوش بنفسهم بس، جمعوا كل أصدقائهم اللي هم يعرفوهم علشان يساعدوا في نقل المكتبة بتاعة العم سعيد. وفاروق قرر إن هو جات له فكرة حلوة قوي، قرر إن هو يجمع كل أصدقائه ويقفوا في خط على مسافات قريبة بين المكتبة القديمة وما بين المكتبة الجديدة، وهيسلم كل واحد فيهم الكتب لمن يليه، يعني للي بعده بالتتابع زي ما اتعلموا في الرياضيات، بحيث يكون لكل واحد فيهم رقم وكل رقم يسلم للي بعده حتى ينتهوا من نقل جميع الكتب. زي ما احنا شايفين كده كل واحد واقف اهو على مسافة قريبة من التاني، وكل واحد فيهم ليه رقم، وكل واحد بياخد الكتب يسلمها للي بعده بالتتابع لحد ما يوصلوا للمكتبة التانية القريبة من المكتبة القديمة. نفذ الجميع فكرة فاروق بسرعة وبنشاط، بينما العم سعيد كان واقف اهو ترتسم على وجهه الابتسامة علشان هو اتفاجئ من نقل جميع محتويات المكتبة في أسرع وقت. لما نقلوا جميع محتويات المكتبة صاح سليمان وقال: أنهينا المهمة في ساعة واحدة. يبقى يا إياد المحتويات المكتبة اتنقلت في ساعة واحدة. وأضاف كمان: كن كالفراشة أثرك لا يرى ولكنه لا يزول. فنظر إليه ساهر وقال: نعم، جميعنا يستطيع أن يؤثر مهما صغر حجم ما نقومه به. يعني محدش يا ولاد يستصغر دوره، مهما كان دورك صغير دورك ده هيقدر يأثر مهما كان اللي انت بتعمله، انت دورك مؤثر مهما كان. أول سؤال: كم من الوقت استغرق نقل المكتبة؟ اتفضل يا عمر. ساعة واحدة. برافو عليك، يبقى احنا هنكتب كده ساعة واحدة مش أكتر من كده. أنهينا المهمة أهي في ساعة واحدة، يبقى استغرق نقل المكتبة ساعة واحدة. السؤال الثاني: ما الدرس الذي تعلمه ساهر؟ إياد. تعلمه سهلة جدا وموجودة في القطعة. جميعنا يستطيع أن يؤثر مهمة صغيرة حجم ما نقوم به. جميعنا يستطيع أن يؤثر مهما صغر حجم ما نقوم به. تمام. طيب تاني سطر: يسلم كل منا الكتب لمن يليه بالتتابع. يعني ايه يليه يا كنده؟ يليه أنا مس كنده. يليه يعني يأتي بعده. برافو عليك، يليه يعني يأتي بعده. طيب يعني ايه التتابع يا ولاد؟ اللي عارف يقول. التزامن. لا، التوالي. التوالي. التوالي، برافو عليك. التتابع يعني التوالي. طيب نفذ الجميع الفكرة بسرعة ونشاط بينما ترتسم، هشد لكم تحتها خط، ترتسم الابتسامة على وجه العم سعيد. يعني ايه ترتسم يا جودي؟ اديكي اختيارات. ميس حضرتك بتقولي ترتسم ولا تبتسم؟ ترتسم الابتسامة. جودي سمعاني؟ جودي دخلت يا ولاد اصلا؟ اوبس، جودي انا ما بعتلهاش اللينك. طيب
اللي عارف يا ولاد ترتسم يعني ايه؟ تظهر. ترتسم يعني تظهر. برافو. ثواني ابعت لجودي اللينك علشان جودي مش معانا في المجموعة. تمام خلاص كده. كده يا ولاد احنا خلصنا الدرس بتاعنا. حد عنده فيه سؤال؟ حد عنده فيه صعوبة؟ نقرأ الأسئلة اللي على الدرس. كل واحد يقرأ سؤال. أقول حاجة. فريدة. المعاني. لا احنا المعاني استخرجناها واحنا بنقرأ الدرس وقلنا المعاني بتاعت الكلمات. نعم يا فريدة اتفضلي. مثلا ما تمام. قرأتش. جودي دخلت. هنقرأ الأسئلة دلوقتي يا فريدة. اتفضلي اقرأي أول سؤال. ما سبب حزن العم سعيد؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا جودي. هنقرأ الأسئلة اللي على الدرس. اتفضلي يا فريدة. فريدة. طيب قولي يا رقية أول واحدة. ما سبب حزن العم سعيد إنه أعطى صاحب المحل وعدا بتسليمه غدا ولن يستطيع نقل الكتب وأرفف المكتبة وحده. تمام. رقم 2 اتفضلي يا نورين. ما الفكرة التي خطرت ببال العم سعيد؟ أن يعلق ورقة يطلب فيها مساعدة من الشباب المنطقة. من شباب المنطقة. تمام. رقم 3 يا فريدة اتفضلي. لماذا كان العم سعيد يريد نقل كل كتب المكتبة في يوم واحد؟ لأنه وعد لأنه وعد صاحب المكتبة. مش سامعينك يا فريدة، قولي تاني. الصوت عندك وحش يا فريدة شوية. لأنه وعد صاحب المكتبة بتسليمه المحل في صباح الغد ولا يحب أن يخلف وعده. طيب رقم 4 عمر. لماذا مشى ساهر؟ لماذا مشى ساهر في طريقه ولم يساعد العم سعيد؟ لأنه ظن أن وجوده غير مؤثر لأن شباب الحي كثيرون. تمام. اللي بعدها يا أحمد. رقم 5. كيف تتصرف إذا احتاج شخص ما مساعدة في عمل كبير يحتاج لجهد ووقت طويل؟ سأقترح عليه أن نستعين بأصدقاء كثيرين لكي ننجز المهمة أو ننجز العمل على الأيام. نجزئ العمل على أيام يعني نقسم العمل. اللي بعدها يا إياد. في رأيك هل تؤثر قراءة صفحة واحدة من كتاب كل يوم في حياتك؟ نعم. فبعد مدة قصيرة سأكون قد قرأت كتابا كاملا وتعلمت أشياء كثيرة. تمام. جودي. لماذا لم يبدأ العم سعيد بالعمل عندما جاء سليمان ليساعده؟ نعم يا ميس. لماذا لم يبدأ العم سعيد بالعمل عندما جاء سليمان ليساعده؟ حاضر يا ميس. لأنه شعر أن العمل في نقل كتب المكتبة يحتاج لمجهود
وأيد أكثر لكي ينجز. برافو يا جودي. كندا، ما الدليل على تطبيق فاروق لما يدرسه في حياته اليومية؟ أنه استخدم نظرية التتابع التي تعلمها في الرياضيات في نقل الكتب بسرعة ونظام. فريدة رقم 9، قارن بين شخصية سليمان وفاروق. سليمان مبتدر مبادر ومتعاون، إما فاروق فيفكر بنظام شخصيات وشخصيته قيادية. تمام. رقم 10، عمر، ما الدليل على نجاح فكرة فاروق في نقل كتب المكتبة؟ إن نقل كتب المكتبة تم في ساعة واحدة بأقل مجهود. تمام. رقم 11، أحمد. اقترح حلا آخر يساعد العم سعيد في حل المشكلة. أن نضع الكتب في صندوق بعجلات لينقل كميات كبيرة في وقت أقل ويبدأ بالعمل مبكرا حتى لا يضيع وقت. تمام. رقم 12 يا كندا. ماذا تفعل؟ كندا انت قافلة المايك. أي ميس مع حضرتك. ها. رقم 12. ماذا تفعل إذا وجدت فناء المدرسة يحتاج إلى تشجير وعي للنباتات؟ أتفق مع أصدقائي أن نسقي الزرع كل يوم ونحذر بعض البذور ونزرعها ونراعيها. تمام كده يا ولاد. الدرس بتاعنا بتاع النهاردة يوم لا ينسى بالمعاني بتاعته بالأسئلة.